السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا شباكيه صراحه كتجي لذيذه وهشيشه. المهم شاركت معكم هنا بعض لقطات وندوزو لطريقه التحضير. الصراحه غير اللي ما بغاش يصايبها، وبالنسبه لي يعني ملي كديري عبار كيلو راه ما كتعذبكش، يعني واخا تكوني بوحدك تقدري تنجميها. المهم هنا اول حاجه خديت كسريه درت فيها كيلو ديال الدقيق وزدت كاس ديال العنبه. وهنا غادي نحتاج 2 معالق ديال النافع، 2 معالق كبار. وهنا خديت كاس ديال زنجلان خضر هكاك طحنته، يعني ما حمرته ما والو. وبالنسبه للوز كذلك حتى هو ما حمرته ما والو، طحنته. وهنا خديت معلقه كبيره ديال القرفه تكون عامره، وهذه شويه ديال الكوزه. ودابا غادي نزيد عليهم خماره وحده. بالنسبه للناس اللي يعني الا كنتو هكا يعني بالزربه غادي تصيبوها ما غتشدوش بها الوقت، تقدري ديري شويه الخميره ديال العجين. انا هنا يعني بشويه بشويه علينا. المهم درت خماره ديال الحلوه وحده، وغادي نبدا ندير هاد الطريقه، ندخل داكشي في بعضياته. ومن بعد يا اما غربلوه في غربال اولا ديروا ديك الصفايه. المهم غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله. انا راه شاركت معكم كاع الطريقه باش تنجح معكم وتجي زوينه. صراحه انا اول مره كنصايبها، كانت غتصايبها ماما، قلت لها عافاك خليني انا نصايبها. والصراحه جات زوينه وحق الله. يعني بالنسبه لواحد اول مره كيصايبها وتنجح معاه يعني راه شي حاجه انجاز اللي زوين. كنتمنى تشجعوني في التعاليق. صافي هنا بعد ما درتهم هكاك بايدي يعني داخل داكشي في بعضياته. هاد الطريقه البنات راه غتجيكم ساهله ما غتعذبكمش وغتجي رطبه العجينه. صافي غنبقى غاده على هاد الطريقه حتى كنغربلها كامله. وباش حتى لا كانوا شي فريتيتات شي حاجه ما مطحوناش مزيان كتحيديها، وباش هكاك العجين كتبقى زوينه ورطبه. المهم غنبقى غاده على هاد الطريقه حتى كنكملها كامله. عاد ندوزو لمقادير اخرى. يعني هنا راه مازال ما درنا غير داك النواشف. دابا عاد غنبدا نديرو في السوائل. صراحه كتجي زوين. عرفتوا دابا هاد الوقيته انا اللي كندير هكاك، يعني ان شاء الله كديري القوام ديالها كتشمي ديك الريحه ديال الشباكيه. صافي هادشي اللي ما مطحونش مزيان ها هو كيبقى هنا في الصفايه. صافي غادي نحطها على جنب وندوزو للمقادير الاخرين. صافي هنا بعد ما ساليت غادي ناخذ صفر بيضه. غتحتاجوا غير صفر بيضه، غادي نديرها هي الاولى. وبالنسبه اللي ما عندوش زعفران شعره غناخذ انا هنا خديت ضويمه وحده. المهم انا بالنسبه اللي ما عندوش غتاخذوا 2 ضويمات. انا حنت كاين الزعفران شعره درت ضويمه وزدت عليها الزهر شويه، وزدت الروح ديال الزهر تا هو واحد شويه، وعاد غادي نزيد انا الماء. المهم يعني غتحتاجوا فيها تقريبا 2 كيسان ونص هكاك. دابا عمرت هذاك الكاس حطيته على جنب داكشي يتخلط. هنا درت داك صفر بيضه، ومن بعد غادي نزيد عليهم هاد زعفران شعره درته حتى هو في كاس ديال العنبه. كبيت عليه الماء سخون وخليته كيطلق في بعضياته وكبيته. هادي كاس ديال الزبده ذوبتها حتى هي وحطيتها في كاس. وبالنسبه لهذا خديت كاس فيه نص زيت العود ونص زيت الروميه العاديه. صافي وهنا غادي نخلط داكشي اللي قلت لكم، الزهر والروح ديال الزهر والماء باش خلط ودويمه. صافي هكا كنبقى نخلط هكا كيف ما كتشوفوا، ندخل داكشي في بعضياته. وبالنسبه انا هنا راه ما شاركتش معكم قبيصه تاع الملحه والمسكه الحاره. غادي واحد اللقطه راه شديتها غادي ندير المسكه الحاره وغتزيدوا معلقه كبيره ديال الخل حتى هي راه غادي تبان لكم هنا في الصوره زدتها. المهم هادو هما المقادير كامله اللي غادي ندير. هنا غادي نزيد داك اللي خلطته ديال الضويمه والزهر وداكشي درته هو لهاد الاخير. صافي وغنبقى غاده على هاد الطريقه كنجمع في العجين كنجمع. المهم الا بغيتوها ما خاصش تكون قاصحه. هذه اللي قلت لكم المسكه الحاره غير شويه كديروها. صافي وغادي نحاول نجمع هادشي كامل. ولا بانت لكم كتبقى قاصحه باقا شويه كتزيدوا هكاك شويه الماء. هي اللي قلت لكم انا عبار 2 كيسان ديال العنبه وتزيدوا واحد نص. هو انا دابا هاد العبار اللي قلت لكم ديال الماء هو اللي زدته في زعفران شعره واللي زدته في ضويمه. يعني هذوك هما اللي انا حسبتهم 2 كيسان ديال الماء اللي مخلط فيهم. كنتمنى يكون الشرح ديالي مفهوم. وهذا الخل اللي قلت لكم معلقه كبيره ديال الخل. صافي هنا داك شويه اللي هنا غيبان لكم زدته هو اللي انا حسبت لكم عبار داك نص كاس. يعني المقدار ديال الماء اللي غتحتاجوا فيه 2 كيسان ونص. انا كاس واحد درت فيه الزعفران الحر وخليته كيطلق، والكاس الثاني هو اللي شاركت معكم درت فيه الزهر ودرت فيه شويه الروح
ديال الزهر ودرت فيه ديك الضويمه وزدتو ما كملت، يعني كتحسب 2 كيسان ديال العنبه وزدت تقريبا نصها. هو كيبان لكم واحد شويه ديال الماء كنزيدو صافي. وغادي نبقى هكا كنحاول نجمع فيها وندلكوها مزيان باش داكشي كيدخل في بعضياته. ومن بعد غادي نحطها كترتاح. المهم راه كتبغي شويه هكا باش كتجمع لينا. المهم ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون خفيفه، يعني كتبقى نوريكم الشكل كيفاش خاصها نحصلوا على العجين ديالنا. المهم انا راه درت شويه وعطيت لماما حتى هي دارت شويه، حيت صراحه كتبغي باش تجمع كتبغي شويه تجمعيها هكا، يعني كتبغي شويه الوقت. وبعد ما كتجمعوها، بعد ما انا هنا ساليت غنجمعها وندلكها شويه، غنحطها في بلاستيك وغنخليها مده نص ساعه ولا ربع ساعه. المهم من الافضل خليوها نص ساعه كترتاح مزيان باش ما تكرفسكمش. هنا دابا غادي نديرها في بلاستيكه وغنحطها كترتاح ودوز نص ساعه. المهم نوجد داكشي اللي غادي يخصني ونرجع لهنا. بعد ما دازت نص ساعه تاني غادي نحاول نقسمها. قسمتها انا على المهم 7 طريفات ولا 6 طريفات هكا، كتحطوهم ديروهم هكا شويه متساويين. وغادي نحاول ناخذ دلاك ونوريكم الطريقه اللي غادي ديروا وتحطوهم تاني على جنب يرتاحوا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، وعاد تاني غنبداو نخدموا. المهم انا هنا راه كنحاول نشد لكم كاع، وضروري فيما تساليو بلاستيكه ما تخليوهاش راه كتنشف وتقصح لكم. ضروري فيما كتساليو شي مرحله ديروها في بلاستيكه وحطوها كترتاح وانتم كتخدموا. صافي انا هنا غادي نجبد بالطرف وغادي ندير هاد الطريقه وغنلويها نوريكم كيفاش غادي نلويها ونرجعها للبلاستيكه ونبقى حتى كنكملهم كاملين. من بعد يمكن ما شاركت معكم ديك الطريقه، يعني هذه دابا انا من غندير لها الطريقه وغنحطها في بلاستيك، مني غنعاود نديرها في ديك ديال الشباكيه اللي كتسرح عليه غنقسمهم حتى على 3 باش هكاك في داك اللي كتسرح الشباكيه العجين ما تعذبنيش، حيت الا خليتو هكا غليظه غتكرفسكم. ضروري تخليوها واحد نوريكم ضروري يمكن شاركت معكم هكا شي لقطات. المهم هنا راه انا وماما معاونين اللي صايبناها كنحطوها في بلاستيكه باش ما تعذبناش، حيت هي الصراحه كتبغي الوقت وكتبغي القامه وكتبغي يعني تعطيها وقتها. صافي هنا بعد ما سالينا غنرجعوها في بلاستيكه ونحطوها تاني كترتاح ونبدا نجبد تاني بالطرف. هادوك اللي كتسرحتهم درتهم في بلاستيك عاود قسمتهم على 3 وكنسرح بالرولو عاد كنحطهم بهذه الطريقه. هذه البنات ضروري ديروها باش كتنجح معكم وما تكرفصوش، يعني ما تحسوا حتى شي مشكل. يعني ضروري خص تكون فحال هكا. وبالنسبه لهاد اللي كيرشم الشباكيه هذا راه زوينه فيه حتى ديك ديال تحيدتها هكا باش كتحكموا عليها. المهم تحيدوها تخليوها بحال هكا وانتم ملي كتحطوا على العجين ضروري ما توركوا مزيان عليها باش ما تكرفسكمش. صافي وكتحيدوا دوك الجوانب داكشي اللي زايد وكتبداي تهزي وتشبكي. المهم غنشارك معكم حتى واحد اللقطات كيفاش شبكتها. واحد الطريقه اللي ساهله، يعني اللي ما كيعرفش تنجح معك يعني في الاول. المهم راه شاركت معكم درت لكم دقه بدقه باش تعرفوا مزيان. انا هنا غادي نحاول تاني نشارك معكم تشوفوا كيفاش درت ليها. طريقه سهله ويعني ما صعيباش. كتشدي دوك 2 لونين كتحطيهم فوق 2 تانيين، وديك الاخرى اللي كتشيط لكم كتعاودي تحطها في داك الثاني يعني ماشي في الاول، وكتشدي هكا يعني كتكرزي دوك 2 وتعاودي تقلبيها وكتخرجي داكشي كلشي هكا وكتحيدي دوك الجوانب باش ما كتجيش طويله، كتجي هكا يعني كتعطي واحد المنظر زويون. انا غنعاود نشارك معكم شكل اخر. كنتمنى يكون الشرح مفهوم. ها هي كديروا يعني 2 مورا 2 وديك الاخرانيه باش كتزيدها كتحطها في الاولى ماشي في الثانيه. صافي وكتقلبيهم وكديرها الرا ساهله، غير ركزوا فيها يعني واحد 2 المرات وهذا غتفهموه. صافي دوك الجوانب اللي بغيتو باش ما يعنكشوكمش كديرها هاد الطريقه كتجي زوينه. وحليها باش ما تجيكش مدقصه، ملي كدي تقليها ما تجيش مدقصه بحال هكا فتحها وكتجي بحال الوريضه. صراحه كتجي زوينه لا في المنظر ولا في المذاق، صراحه جات زوينه. هنا انا كنت كنسرح لماما وهي كتشبك وتعاوننا انا وياها، خرجت لينا لاطه هذيك اللي وريتكم و2 بلاطويات، حيت هذا كيلو وكاس. بصراحه يعني خرجت واحد الكميه اللي زوينه. صافي هنا من بعد ما سالينا
غادي ندوزو نقليوها. هي قد ما خليتوها كترتاح من الافضل يعني تا كتصيبي وتكملي عاد دوزي تقلي. وبالنسبه لمني كتبغي تقلي ضروري خاص الزيت يعني من تحطها يكون الشباكيه تكون يعني الزيت مغطيها، وقبل ما كتحطها حتى كيحمى مزيان الزيت، يعني ماشي تحطها الزيت بارد حتى كيحمى مزيان. كتجهدي البوطه كيحمى، ملي كديي تحطي في الشباكيه ضروري تنقصي شويه من البوطه يعني ما تجهديهاش بزاف، وكتبداي هكا ديريها يعني بما كتحسي بها شويه بدات كتقصح وتقلبيها على هذا الشكل هذا، وما كتخليوش حتى كتحمار بزاف. المهم كتحسي بها ولات شباكيه قاصحه شويه وكتاخذ واحد كتولي بحال الباج. صافي كتكوني انت ديجا موجده العسل. كنتو بزاف طلبتوني على العسل وان شاء الله نشاركو معاكم، ضروري غنصايبوه لرمضان ان شاء الله ونشاركو معكم. كديروا ماما واحد الطريقه اللي زوينه. وصافي هنا غنبقى هكا كنقلي حتى نكمل داكشي كامل. وبالنسبه لهنا فيما كتقلي وتسالي الزيت تحطي فيه ضروري يعني داك العسل يغطي، حيت ضروري العسل ديريه وهي شباكيه سخونه ماشي تتبرد هكاك باش كتشرب داك العسل وكتجي زوينه وتحطها كتصفى. صافي انا بعد ما ساليت تصفات من العسل وجدت هكا في طبسيل ودرت عليها الجنجلان. وكانت هذه الشباكيه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وما تنساوش تخليوا لي تعاليق زوينين. وصراحه هذه راه اول مره كنصايبها، وانتظروا ان شاء الله الجديد نشارك معكم فيديوهات اللي ان شاء الله غادي يعجبوكم. وشكرا بزاف الناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه واللي كيتفاعلوا معايا، شكرا لكم ومرحبا بالناس الجداد. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم ورمضان مبارك سعيد، ويدخل عليكم باش ما كتمناو يا ربي بالصحيحه يا ربي، والواحد يتهلا في صحيحته. راه ما دايما لينا حتى شي حاجه من غير الصحيحه. وكانت هذه هي المخرقه ديال اليوم. يلا بسلام عليكم.